أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي المغاربة الأعزاء، تحياتي لكم كبيرة من هذا المكان هذا أينما كنتم وأينما وجدتم، ونتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وفي ظروف جيدة. اليوم جيت نعاود على واحد الجريمة اللي كانت وقعت في المغرب، وبالضبط في مدينة القنيطرة. كمقدمة بالنسبة للجرائم اللي كيوقعوا في المغرب، بالنسبة للجرائم ديال القتل، يعني الأغلبية ديال الجرائم ما كتكونش جريمة منظمة، كتكون جريمة عن طريق الصدفة، أغلبية عن طريق الصدفة. قليل ديال الجرائم اللي كتكون على واحد النظام، واحد إنسان كيخطط لها وكذا وهذه باش كيدير الجريمة. فالجريمة هنايا في المغرب يعني عندها جوج ديال الاهداف علاش كيدير بنادم جريمه قتل: اما الغيره واما الطمع. يعني هاد جوج مسائل ضروري خصهم يثبتوهم عليك في المحكمه باش كيتسمى ان انت متهم. الطمع مثلا شي واحد عنده الفلوس طمعتيلو في ديالو او لا بلادو ولا مثلا بحال هكا. والغيره كتكون راه معروفه، يعني اما الانسان على ولادو ولا على الزوجه ديالو او لا شي حاجه بحال هكا، او لا كاينه الاغلبيه ديال الجرائم كتلقى العشيقه وهذه. هذه كمقدمه بالنسبه للجرائم اللي كيوقعوا في المغرب. راه الاغلبيه ديال الجرائم كتكون عن طريق الصدفه، هادشي هذا اللي دوزت فيه وشفتو وعرفتو. واخا وبحكم اني كنت في العسكريه راه آه، اغلبيه ديال الحالات، اغلبيه ديال الحالات ديال لي موتيف ديال العسكريين، راه الاغلبيه القتل وبواسطه السلاح. بواسطه السلاح راه ماشي هي الموس او الجنويه، راه بواسطه القرطاس. والجريمه كتختلف من جريمه لاخرى. بحالاش؟ بحال مثلا جريمه الضرب والجرح العمدين المؤديين الى الموت بدون نية إحداثه. وكاينة القتل العمد، يعني تقدر تشنق بنادم بلا ما تضربو بلا ما تجرحو. وكاينة الضرب والجرح العمدين المؤديين إلى الموت بنية إحداثه وبواسطة السلاح. وهنايا الأحكام كتختلف. وكاينة القتل ضد الأصول، يعني قتل با، قتل يما، قتل خا، قتل مرتو. وبزاف د الناس عساكر اللي كانوا قتلوا النساء ديالو لأسباب مجهولة، ما كيقولكش السبب، قليل اللي قال لنا السبب. وكاين ملفات اللي غنعاود عليهم اللي ريال، يعني ما كاينش، انا ما كنعرفش مثلا عجبت شي حاجه من راسي نبقى نقول عباد الله هكا على والو. انا كنجبد ملفات اللي دازوا معايا في المعتقل. بوان فينا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الجريمه اللي وقعت في مدينه القنيطره وبالضبط في سنه 2000. الجريمه هذه كانت دارت واحد الضجه في المغرب كامل، ماشي غير في القنيطره. والناس اللي كبارين شي شويه راه عادي يعرفوا هاد الجريمه اللي غنعاود عليها. هاد الجريمه هذه دارت بواحد الطريقه هي منظمه، يعني جوج د الدراري نظموا هادي وداروا واحد الجريمه خطيره في مدينه قنيطره. الدراري ماشي كبارين، مازالين صغارين. ونبداو القصه كالتالي: واحد السيد سميتو كريم، كريم قنيطري، ولد القنيطره، ودخل في شي تكنه عسكريه، يعني دخل في شي ارم، اما مثلا ترونسميسيون، اما مثلا ترونسبور، اما المهم واحد الارم دخل له هكا وخدم به، دوز لاستريكسيون ديالو وبدا كيخدم السيرفيس. والاغلبيه ديال هاد الناس هادو العسكر، بزاف د الناس العسكر اللي عرفتهم انا كينتميو لنفس المدينه اللي مكاجي فيها، مثلا خدام في واحد القاشله وكتجبرو
ود داك المدينه. هادو اغلبيه ديالهم كيكونوا مساكن كيديروا منازل، كيتلاقاو بناس واخا يكونوا ود الناس، كيتلاقاو بناس وكذا وهادي، والانسان طايش والعقل ما كيفكرش مزيان. وداك اللعبه ديال التحدي، انا صحيح عليك، انا كدا انا كدا، وزائد التاثير ديال المخدر وديال الخمر وهادي وبزاف د الحوايج، كيأدي البنادم باش يوصل لهاد الشيء اللي كنهضر عليه، وهذا الشيء اللي كنعاود عليه. وهذا الشيء هذا كنقولوا انا باش ياخذ الانسان منه العبره، ما يطيحش في شي حوايج اللي لا تحمد عقباه. يعني بنادم ما غادي يكرع راسو، وهذيك المحيط ديالو، العائله ديالو حتى هي تعذب معاه، وعيطيحوا نقود الضغط النفسي، الاضطرابات الغير متوازنه. يعني كيكون الانسان ماشي هو هذا. واخا هاد كريم هذا بقى خدام السيرفيس نورمال، بحالو بحال ايها الجنود، ومعاه واحد السيد اللي صاحبه ولد المدينه، بالحق هذا مدني ما عنده حتى علاقه بالعسكر. مهم كيقولوا الله اعلم، انا ما عرفش مثلا الناس كنت عايش معاهم ولا انا. السيد هذا الكريم هذا عز عليا مسكين وطاح لي في بال ديالي، بغيت نعاود عليه هذه القصه هذه، وتحياتي ليه من هذا المكان هذا اذا كان باقي بروح بعدا، لا كان مات مسكين الله يرحمه. المهم هذا السيد هذا الاخر اللي مدني كان كيعرف واحد اليهودي. هذاك اليهودي بوحديتو، ما عنده لا عائله لا والو، وعنده شي طوموبيله فاخره في ذاك الوقت هذاك اللي هي 2000، سنه 2000. هذا السيد هذا مهم ما عنده علاقه مع ذاك اليهودي، يدبر عليه. كاي اليهودي لاباس عليه، كيدبر عليه من الحوايج، من الفلوس، من اللي بغاها كيعطيها له وكذا وهذا. واخا فهاد كريم مسكين اللي عسكري كيتلاقى بهاد السيد اللي هو الصديق ديالو، كيقول الصديق ديالو هو راه مكاينش صديق، الصديق ما كيسببش لواحد اخر في المهلكه. الصديق راه كيكون كيحافظ على الصديق ديالو اكثر من اللي كيحافظ على نفسه، هذا هو الصديق الحقيقي. اما دابا كاينه غير رفقه، يعني رفاق. هو بحال هاد الجوج هادو هما مرافقين، مشى هذا مشى هذا. اما الصديق لا، الصديق ده ديما كيسول صاحبه وكذا. راه كلمة صديق شي حاجة غالية ما كيعرفهاش الإنسان، عا كيقول صاحبي صاحبي صاحبي، ما كاينش صاحبي صاحبي، وسيرتو في هذا الوقت هذا راه ما كاين لا صاحب لا سيدي شكي. واقع على أي. فواحد النهار كانوا كيشربوا مع القرقوا به مع داك الشيء هذاك، هذا الشيء هذا كامل فالصو، كامل ماشي مزيان، لان كيأدي توليكا المخ ما كيبقاش يدور مزيان، ما كيبقاش يتفكر مزيان، كيبقى بنادم يفكر في الخاوي، كيجيب الله كيفكر في حاجه مزيانه. واخا ناضوا سيدي فكروا مع بعضيتهم، قالوا شنو نعملوا شنو نعملوا، راه نطيحوا هذا اليهودي هذا اللي كيقول كريم بان. المهم هو كريم ما كيهضرش بزاف، يعني ماشي من داك النوع، مصدوم مسكين بالموتيف ديالو، ومدوخ مارك ما يكملش معاك جوج هضرات كدا وهادي كيمشي بحالو. ولكن الملف ديالو راه عامل بوم في المغرب، وعاد في وسط السجن. العيل باقي صغير، عنده 24 سنه، وصاحبه كذلك وقيلا ما فاتشين شي 26 سنه، جوج بيهم. طيحوا داك اليهودي، شنا يعملوا؟ صافي من فطنوا شي شويه وعرفوا راه داروا جريمه، شنا يديروا شنا يديروا؟ قال سيدي هاد الجثه خصنا نخفيوها، يعني اخفاء معالم الجريمه. واخفاء معالم الجريمه راه صعيبه بزاف في الموتيف. يعني واخا مثلا شي واحد قتل روح، وانت اذا مشيتي عملتي اخفاء معالم الجريمه، تقدر دير في العقوبه اكثر من داك اللي قاتل. وعي انت تنقل جثه من مكان لمكان، فهي راه حتى هي خطيره. بزاف ديال الحوايج في جريمه قتل راه صعيبه بزاف. على اي، ناضوا شنا نعملو شنا نعملو، طيح لهم ابليس العقل ديالو بانهم غيديوان واحد البلاصه غيحرقوه. وبالفعل داوان داك البلاصه، حرقوه وشبروا داك العطومه، طمروه بواحد البلاصه وكانه شيء لم يكن. كان بحال هادو، الاخر مشى بحال دائما، والاخر بحال دائما قاتله وكذا. هاد الناس هادو ما كانوش يحصلوا، ولكن الروح عزيزه عند الله. شنو غادي يوقع؟ هذاك اليهودي كانت عنده واحد الطوموبيله كما ذكرت فاخره مزيونه، عينوضو غيبقاو يركبوا عليها، يبقاو يدوروا مع الفلوس، وما عارفين له المخزن ديالو فين كاينه. المهم الفلوس وداك الشيء وكذا وهادي.
بقاو كيدورو بداك الطوموبيل وهادي، الناس انتبهت كيفاش هادو عندهم هاد الطوموبيل هادو، وسيرتو اللي كان كيمشي بيها بزاف هو هاد كريم كومارا كيدور دخل الحومه ديالو بها، كيفاش السيد عسكري ما يجيب هاد الطوموبيل هادي وباقي لا دخل العسكر ما جمع حتى شي درهم، وبزاف ديال الحوايج والتساؤلات، وراه كتعرفوا المغاربه كلشي دي استي، كلشي خصو يعرف كلشي. وكاين اللي كيكون القلب ديالو حاقد على واحد اخر خصو يسمع عليه شي حاجه ماشي هي هاديك. المهم دارت الهضره تا وصلت للامن، كيفاش ما كيفاش كيطلعوا كيشبروا كريم. شبروا كريم والصاحب ديالو اللي كيقولوا صاحب هو هذا الرفيق ديالو، هذا ساق الخبر هرب بحالاتو ما شبروهش. المهم اللحظه اللي كنت انا مع هذا السيد هذا راه ما كاينش هذا في حالات الاخر حضوريا كريم، يعني كيتحاكم حضوريا، والرفيق ديالو كيتحاكم غيابيا، ما كايناش الاثار ديالو. الى هنا خوتي، يعني مين مشاو وداروا اعاده تمثيل الجريمه وجبدوا داك العطومه، شني في النظر ديالكم غيكون هاد الناس هادو؟ شني غيكون في النظر ديالكم الحكم ديال هاد الناس هادو؟ معروفه. يعني حنايا في المغرب عندنا الاعدام موقوف التنفيذ، ما كيتنفذش. وكاينه شي ناس كيقول يا ريت كون كان يتنفذ احسن، يعني نموت احسن ما نبقى بروح. بنادم ملي كيتحكم بالاعدام راه انت تما وصافي، ما كايناش الامل باش تقول شي نهار غادي تخرج او شي نهار غادي تجيلك شي حاجه ولا شي حاجه، سي ولا وقع شي بومبارداج في داك الحاج وهربتي ولا شي حاجه، ما هكا راه ما غاديش تدخل. المهم هاد السيد هذا مسكين كانوا كيطلعوا معاه الناس المحكمه، انا عمري ما طلعت مع هاد السيد المحكمه. بزاف د الناس عاد يبقى يشوفوا هاد الفيديوهات ديالي غيقولوا غيتسائلوا ضروري غيتسائلوا، يقول لك واش هاد السيد هذا كان ديما كيطلع المحكمه عليا انا، واش ديما كيطلع كيحضر لهاد الناس هادو كذا. انا نهضر لكم على راسي، انا كان عندي موتيف ديال التحقيق، دوزت بزاف ديال التحقيقات وبزاف ديال المداولات، يعني بزاف ديال الطلعات عندي المحكمه، وطلعت مع ملفات بزاف اللي حضرت لهم هكا مباشره. وزائد الهضره اللي كدور الناس اللي كيطلعوا كتكون تتبع الاحداث ديال شي واحد شنو يعملوا مع هذا شنو يعملوا مع هذا. الاحكام ثقيله ضروري تتبع الاحكام ديال عباد الله، ماشي بحال صحاب الشهرين 4 شهور وداك الشيء هذا قال لك ما كتواكلوش كاع. جا عندي واحد السيد اللي هو كان كنا دار معاه مزيان وهادي مراكشي، قال لي ودي راه في راسك شي هذا في المحجوز ديالو شنو ملي كيطلع للجلسه، حيت طلع مع هذا السيد هذا قال لي في الجلسه، قال لي ملي كان كيطلع وكيحطوا له المحجوز، يعني داكشي اللي مشبر به وهادي، كيحطوا له صاك. قلت له شنو هاد الصاك؟ قال لي العطومه خاي ديال الضحيه ديال اليهودي، راه جبدوا العطومه وداروا له اعاده تمثيل الجريمه، وهذاك الصاك هو اللي كيحطوه في المحجوز، كيحطوه فوق الطابله وكذا وهادي. انا السيد هذا كان غيطلعوني مع واحد المره، ونضرت في المحامي قلت له اخاي ديالي انا اللي طلعتيني مع هذا راه غادي نغرق في الحباسات، يعني هذا يعطيوه المؤبد باش يبقى هو شويه مثابت، راه تانتينا عندك جريمه خايبه خصهم يعطيوك تانتينا، يعني يعطيوك واحد العقوبه اللي لا اله الا الله. المهم الديكالاج اللي وقع، اللي قلت للمحامي يعني خصك ديكاليني مع هادو، دير لي برولونغاسيون يعني التمديد في الجلسه باش يحيدوني مع هادو. قال لي راه طيح مع شي رئيس خايب، قلت له طيح مع بن ما طيحتي ما نطلعش مع هادو. وبالفعل وقع واحد ديكالاج، كان شهرين كنا كنطلعوا للمحكمه، هو طلع وانا خلوني شهرين اخر عاد كنت طلعت. المهم هاد السيد هذا مسكين شنقول لكم، الله يدير له شي تاويد الخير، دري باقي صغير وقع له مشكل، وداروا مشكل اللي خايب بزاف اللي ما يمكنش يتساعدوا معاه او لا يعطيوه شي حاجه او لا هادي. زائد واحد الاضافه اللي بغيت نضيفها، هي المحكمه العسكريه. المحكمه العسكريه ماشي بحال جميع المحاكم. المحاكم الاخرى كاينه الحكم الاولي، كيتحكم الحكم الابتدائي كيتسمى الحكم الاولي. من الحكم الاولي كاينه الاستئناف، يعني تستأنف انت او لا تستأنف لك المحكمه. من بعد الاستئناف كاين الطعن في الحكم اللي هو النقد والابرام، وكاينه مثلا تقدر تطعن
فوق الطعن في الطعن في الطعن مثلا. أما المحكمة العسكرية لا، المحكمة العسكرية عندها حكم أولي ناخذ الإبرام مباشرة، ما عندهاش استئناف. هذه من جهة. فالسيد مسكين من تحكم بالإعدام دازت واحد 6 ديال الشهور، جا ناخذ الإبرام ديالو خلاوه في الثابت، ما مسكين بقى هكاك. هو تحكم بالإعدام حضوريا، ورفيق ديالو تحكم بالإعدام غيابيا. دازت واحد ما كان لا شي 3 شهور ولا 4 شهور، هزوه مسكين السجن المركزي اللي هو السونترال في القنيطرة. وهذا الملف هذا راه داز قدامي مسكين، هذا الدري هذا اللي حضوريا اللي غيابيا ما كنعرفوشي وما شفتوشي، وبقى فيا بزاف. المهم انا عاودت القصه ديالو وباختصار، حيت الا جيت نعاود مطول ما غنساليش نعاود نهار كامل وما غنقضيش على عيله واحد. وكانت هذه هي القصه اللي بغيت نعاود، الجريمه اللي كانت رونت وروعت المدينه ديال القنيطره. وتا في المغرب كانوا يسمعوها مع دابا مثلا في العسكريه، راه ملي كيوقع شي مشكل راه تقريبا حتى كان من كيسيقوا الخبر علي ميساج وهادي وهادي وهادي. وغنكتفي بهذا القدر هذا، وشكرا لكم بزاف. تحياتي لكم كبيره من هذا المكان هذا، اخواني اخواتي المغاربه اينما كنتم واينما وجدتم. وتحياتي للجنود المغاربه، وتحياتي للعالم العربي كامل. وشكرا جزيلا.